ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. جيت لكم النهارده بالوصفه اللي انا وعدتكم بيها ان انا هنزلها في القناه. الكنافه بالكستر او الكنافه بالحشو اللي هو زي القشطه. جبت هنا عندي كاستر بالفانيليا ماركة كوكس، دي احسن حاجة بصراحة انا بستخدمها. جبته حطيت مع 3 معالق في الحلة، وهقلبهم ومش هفتح من تحتيهم النار، هقلبهم كويس على البارد. بعد ما اقلبهم كويس جدا على البارد واتاكد ان كل النشا او الكاستر داب معايا في الميه، قصدي داب معايا في اللبن، هروح حاطه كمان كوبايتين من اللبن. يبقى المقادير بتاعته اللي احنا هنحطها هي عبارة عن 3 معالق من الكاستر، وعندنا كمان كوباية لبن بنحطها على البارد نقلب فيها كويس، وبعد كده هنحط كوبايتين وهنرفعها على النار. بعد كده هنيجي معانا للكنافة. الكنافة اول حاجة انا بحب ان انا استخدمها تكون طويلة شوية، ما تكونش صغير، يعني ما تكونش ايه مفرفتة قوي. انا ده يعني ده التفضيل الشخصي بتاعي. ممكن في ناس تحب ان هي تفرفتها قوي، فانا ببقى حطاها مثلا ليلة في الفريزر عشان اقدر ان انا اقصها كويس، يا اما بكون جايباها طازة وابتدي بالمقص اقصها حتت صغيره. وحطيت معلقتين كبار من السكر البودره، ونتاكد ان هو سكر بودره، ما ينفعش سكر حبيبات، عشان السكر البودره هيخلي الكنافه تتمسك كلها جنب بعض، وفي نفس الوقت بتديها قوام حلو قوي قوي معاها. وحطيت كمان كوبايه سمنه على الخليط. يبقى جبت عندي والمكونات اللي انا بقول لكم عليها دي لنص كيلو من ال الكنافة. يعني المقادير اللي انا بعملها النهاردة للصينية بتاعتي دي صينية مقاس 26. المقاس الصينية بتاعتي دي على الكمية دي على نص كيلو من الكنافة، لان انا برضو مش بحب الكنافة تكون سميكة قوي. يعني انا ما بحب اللي هي تبقى الرفع البسيط اللذيذ، اللي هو اللي احنا ايه، يعني اقدر ابقى حاسة بالحشوة وفي نفس الوقت ابقى مستمتعة بطعم الكنافة اللي فيه. هتاكد ان انا قلبتها كويس جدا 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 في السمنه. وزي ما انا قلت لكم التفضيل الشخصي بتاعي ان انا بحب ان انا ابقى سايباها مش قصيره قوي، تبقى طويله شويه، عشان بحب احس بطعم الكنافه، وفي نفس الوقت يعني بتبقى ماسكه في بعض حلو كويس جدا. برضو في ناس بتحب ان هي ممكن يعني تجيب الكنافة وتروح حطها في الكبة وتضربها ضربتين 3 كده عشان برضو تبقى اسهل لها. فانا حبيت برضو اقول لكم كل حاجة. يبقى اللي انا جبت عندي نص كيلو من الكنافة. النص كيلو من الكنافة دي اخدت عليهم معلقتين كبار من السكر البودرة عشان تتمسك مع بعض لما تدخل الفرن، وحطيت كمان عليها كوباية من السمنة. وبعد كده بطنت عندي الصينيه بتاعتي. الصينيه بتاعتي يعني بقى دوريه مستطيل ايا كان الشكل، تمام. هروح مبطناها وعامله لها جناب، تمام. هعمل الجناب دي لسبب، عشان انا هحط فيها حشوة. الحشوة دي هتبقى جوه الكنافة، وفي نفس الوقت ما نلاقيش الحشوة تطلع مني من الجنب. فاهم حاجة برضو ان احنا نعمل زي يعني زي جناب. بنبطن الجناب بتاعت الصينية برضو بالكنافة، بحيث ان انا لما اجي اقلبها تكون مظبوطة معايا. بعد كده زي ما انتوا شايفين الكاستر تقل معايا، وبعد كده رحت حطاه في النص بتاع الصينية، وهبتدي ان انا افردها بالراحة. وبعد كده هجيب بقية الكنافة وهحطها على الوش. بحب احط الجنب اللي فوق ما يكونش كتير قوي 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 زي الجنب اللي تحت، تمام. وزي ما انتوا شايفين بصراحة كانت الكنافة دي اكتر حاجة يعني عزيزة على قلبي، وبتبقى فعلا طعمها حلو قوي.
بس زي ما انا قلت لكم اهم حاجه ان انتوا بس تجيبوا نوع كاستر يكون حلو، لان كل حاجه انتوا بتستخدموها في الكنافه، سواء من سمنه بلدي او السكر البودره اللي انتوا بتطحنوه، يكون متاكدين ان هو حلو مش كارف اي ريحه. من اقل حاجه انتوا بتستخدموها بتفرق جدا 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 في الطعم. زي ما انتوا شايفين حطيت على وش الكنافه كلها. ولو انتوا كنتوا وصلتوا معايا للجزء ده، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دعمكم بيهمني جدا، ويعني بتمنى ان انا اكون بقدم لكم حاجات جديده وحاجات ممتعه. زي ما انتوا شايفين انا لسه قناه جديده، فمحتاجه جدا اشتراككم معايا. ولو في حد عايز اي وصفه اعملها له اكتبوا لي تحت في الكومنتات. دايما بحب ان انا ان شاء الله هقدم لكم كل جديد معايا في القناة. وبعد كده هنا اكون وصلت معاكم لخلاص الفيديو بينتهي معايا. قلبت الصينية بتاعة الكنافة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اعمل شكل بالمكسرات، شكل الهلال زي ما انتوا شايفين معايا. جبت طبق وحطيته في الجنب ورحت عاملاه على شكل هلال عشان يدي شكل جمالي قوي للكنافة، اهو زي ما انتوا شايفين معايا. وابقى كده انا خلاص انتهيت من الفيديو. يا رب تكون كل وصفاتي بتعجبكم، وان شاء الله ابقى اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.